السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم كامل في هذا الفيديو جديد. روحوا معايا تشوفوا هذا الكيكة اللي راهي ترند ودايره حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. جبتها لكم يعني بطريقة جد بسيطة، كامل تقدروا تجربوها وتديروها. هذه كانت كوموند زبونة لعيد زواجها. تفضلوا معي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نبداو على بركة الله بالمقادير. نبدا لكم في الجينواز. هذه الجينواز اللي حنديرها معكم اليوم، جينواز الميكسو المحسن. ها هو الميكسو، يعني هذه احسن نوعية، نوعيته يعني مليحة، تقدروا تستعملوه. كاين ياسر انواع، بصح هذه انا نفضل هذه. عندي 120 غرام تاع السكر، 120 غرام تاع الفارينة، عندي لاغوم تاع الكراميل، قرصة تاع الملح، و3 بيضات، وعندي 12 غرام تاع المحسن. هنا البيض راه بدرجة حرارة الغرفة. هذه الجينواز هايلة يعني، يعني تقدروا جبتها لكم مقادير يعني بسيطة، ب3 بيضات برك باه تقدروا كامل تستعملوها، يعني تقدروا كامل ديروها. يعني تقدروا يعني جبتها لكم يعني راح نقيس لكم يعني بالملعقة، تقدروا تجربوها بالملعقة، ولا اللي ما عندهاش الميزان بالملعقة من الأحسن ميزان. شوفوا معايا كيف انا قلت لكم 120 غرام تاع السكر، سكر عادي. هنا راه كيما راكم تشوفوا جاتني 6 ملاعق تاع السكر، يعني 6 ملاعق معمرين مليح تاع السكر. وعندي مقرف صغيره تاع لاغوم تاع الكراميل، وانتم ديروا اي لاغوم حبيتو. هنا راح نجيب الصفايه تاعي. هنا لازم نغربل الفارينه. الفارينه راح يعني نعبرها لكم بالمغرف ثاني. هنا الفارينه عندي 6 ملاعق كبار يكونوا بومبي، والله 7 ملاعق يعني يكونوا قيس السكر. هنا لكم كيما راكم تشوفوا يعني نحاول نمدها لكم بالتقريب باه كامل البنات اللي حابين يجربوها يجربوها. هذه الجينواز يعني ناجحة 100%. راح ندير في هذه الجينواز راح الكيكه كما شفتوها شكل قلب. انا ما كانش عندي يعني شكل قلب يكون صغير هذاك القيس، درتها يعني في بلاطو قيس يعني 25 على 30، وراح تعطيكم يعني طبقه مليحه، طبقه مليحه من الجينواز. هنا كما راكم شفتوا هذا 6 ملاعق، وهذه 7 ملاعق تاع فرينه. كما راكم تلاحظوا يعني درت كلش مع بعضها، يعني حضرب كلش مع بعضها. وعندي ملعقه نتاع الماء يكون عادي من الحنفيه. الماء ما راحش نديرو دركي، الماء راح نخليه حتى لاخر مرحله كامل حتى نطلع مليح. هنا راكم كما لاحظتوا راني درت السرعه يعني اولى بالباتور. اللي عندها البيترا تستعملوا، اللي عندها الباتور تستعملوا. في الجينواز يعني دائما كما يسالوني دائما البنات يعني كبديل، لازم ما عنديش الباتور لازم نخدمها بالايد، نضربها بالايد، مستحيل تنجح جينواز، مستحيل تنجح بلا باتور ولا يعني بلا بيترا، لازم. وقد ما دخلتوا فيها الهواء يعني راح تعطيكم نتيجه احسن واحسن. كما راكم لاحظتوا نشوف يعني كي نشوف نضرب حتى نشوف الخليط تاعي بياض، والقوام تاعو يعني يثقل معكم، يولي ثقيل. السكر هذاك تحسوه كامل ذاب، ويعني تشوفوه ثقيل يعني كي يبيض ويثقل ويذوب لكم السكر، يعني هذاك هو. من الاحسن يعني 10 دقائق هانتوما تضربوا فيه. راكم لاحظتوا يعني راه ضعف الحجم تاعو ولا اللون تاعو ابيض ناصع. هنا راني يعني في البدايه ديروا سرعه اولى، ومن بعد ديروا يعني تبدروا تزيدوا في السرعه حتى الاقصى سرعه. شوفوا الخليط تاعي كيف راه ولا يولي لكم ثقيل. هنا راح ندير مغرف تاع ماء يكون عادي، مغرف واحده فقط. نضرب نقيس ما ندخل هذيك المغرف في الخليط تاع الجينواز تاعي ونحبس، يعني ما نكثرش.
كيما قلت لكم راني نشرح لكم يعني نهضر ياسر خاطرش حبيتكم يعني حابه نشرحها لكم بطريقه يعني كامل تستوعبوها يعني. جربوها ان شاء الله وتشوف يعني وتتبعوا لي تطبيقاتكم تشوفوا القوام تاعي اللي راني وصلت ليه. هنا جبت البلاطو تاعي كما قلت لكم 25 على 30. رحت درت له ورق الطهي ورايحه نفرغ فيه الخليط كامل يعني فرغوه كامل بسباتولا كيما راني كيما راكم تشوفوا فيا. فرغوا كامل الخليط تاعكم. انا مانيش حبتها يعني طبقه تكون مش حبتها تكون طبقه رقيقه ومش حبتها تكون خشنه يعني متوسطه. يعني هذا المقادير لهذا تشوفوا من بعد يعني كي طيب تشوفوا الطبقات اللي تحصلت عليهم يعني ما خشن ما يعني ما رقاق. هنا نسوي كامل سطح بالسباتولا لازم تسووها لانه الا ما سويتوهاش كيما هكذاك بالسباتولا راح تبقى لكم كي تدخلوها للفور تبقى لكم جهه طالعه جهه هابطه. جبت هذا الكوردون راني ندير في هذا الحركه لازم باش يتسوى لي كامل الخليط في الصينيه يعني يجي نفس المستوى. هذه الحركه لازم ضروريه. دخلتها على 160 درجه حتى نشوفها طابت لي يعني كل وحده تعرف الطياب تاع الفور تاعها. المهم ما تفتحوش عليها في الدقائق الاولين حتى نشوفوها طابت. نحيت القشره هذيك الفوقانيه تاع الجينواز كي يعني كي طيب لكم من تحت شعلوا عليها برك 2 دقائق 3 ونحوها. هنا جبت كما راكم شفتوا قصيتها يعني مش بمول يعني قصتها بايدي فقط على شكل قلب ودرت يعني زوج اشكال تاع قلب يعني صحاح والطبقه اللي راح نديرها في الوسط تاع الجينواز يعني درتها في يعني من البقايا فقط. هنا عندي كاس تاع السكر ومع 2 كيسان تاع الماء نديرهم حتى يغلو 10 دقائق ونطفي عليهم. درت له لاغوم تاع الكراميل. هنا كيما شفتوا جبت هذا السوتر تاع الحطب راح ندير عليه ندير الطبقه الاولى تاع الجينواز نشربها بالسيرو تاعي. وهذه الكريم شانتي اللي كنت طلعتها ضفت عليها الشوكولا الطلا. حندير طبقه مليحه من الشانتي. هي زبونه يعني طالبتها سامبل ذوق الكراميل بصح تكون سامبل ما فيها حتى حاجه. برك انا ضفت لها الشوكولا لانه الكراميل والشوكولا يعني يتمشوا مليح مع بعضهم. انا سويت السطح تاع الكريمه بالملعقه كيما راكم شفتوا. هنا راني كنت حندير الكراميل ومن بعد ندير الجينواز نسيت الكراميل راح نديرو من بعد. هنا نحاول ندير هذوك القطع تاع الجينواز بحيث نشكل قلب. راح نشرب كامل هذيك القطع تاع الجينواز تاعي بعد ما سويتهم. يعني هنا الطبقه اللي تكون في الوسط يعني ما كانش مشكل يعني نديروها معناتها كيما راني درت. راح نكمل بنفس الطريقه. يعني هنا البنات ما ركزت لكمش على الحشو على يعني على الحشو طريقه تاع الحشو وطريقه تاع المونتاج اكثر. ركزت لكم على طريقه تاع يعني جاتني ياسر تساؤلات على طريقه كيفاش نديروا ديك الكتيبه وكيفاش نديروها من تحت يعني راح تشوفوها معايا ان شاء الله بالتفصيل. اللي حابه ديرها ان شاء الله تفرح بها وديرها. برك دعم للقناه فضلا وليس امرا. وسمحوا لي يعني راني نهضر بزاف. انا نهضر باش مش نهضر باش نشرح لكم باش تجيكم يعني توصل لكم المعلومه بكل سهوله يعني باش كامل تفهموني. راح ندير هذه الصوص تاع الشوكولا. تعطيها واحد البنه هايله. وانتم كيما قلت لكم الحشو انتم اختياري. انا كانت عندي هذا الكراميل الشوكولا حبيت نديرها لها يعني مع انه هي طلبتها يعني تكون سامبل.
قالت لي ديري كراميل فقط، وانا ضفت لها الشوكولا لان تعزز الطعم تاع الكراميل، يعني تمشاو مليح الشوكولا والكراميل مع بعضهم. راح ندير هذيك الكريمه اللي بقات لي نغطي بها هذاك الحشو. هنا الطبقه الاخيره تاع الجينواز راح نشربها قبل، ومن بعد نحطها فوق الطارطه تاعي، باش برك يعني يعني نشربها من الداخل. انا نحب نشربها كيما هكذاك من الداخل، نحطها ونحاول يعني نسويها. يعني الا كان عندكم سارسو استعملوا سارسو احسن. انا هنايا ما كانش عندي السارسو هذا القيس، على بها يعني تغلبت شويه في الاخر. بصح يعني الحال بارد، يعني الجو راه بارد، يعني ما تغلبتش ياسر. انا كيما شفتوا راني خليتها واحد نص ساعه في الكونجيلاتور حتى يعني حكمت روحها الكريمه هذيك مليح. جبت هذه الكتيبه كنت طبعتهم في البابي فوتو، وجبت هذاك الغلاف البلاستيك، يعني هو كيفاش نشرح لكم، يعني الغلاف يعني الورق هذاك الشفاف اللي هو البلاستيك اللي يديروه فوق تلقاوه عند المكتبات، هو اللي يديروه فوق يعني فوق البحوث فوق البحث. انا كانت عندي ورقه من قبل غسلتها ونشفتها وجيت نستعملها، يعني لازم تغسلوها ما تديروهاش بلا غسيل. انا كنت طلعت نص كاس تاع شونتي بيضاء، يعني خليتها بيضاء ما درت لها لا شوكولا لا والو، يعني هذا كان طلب تاع الزبونه. راح ندير على الاطراف كامل ونسوي بالكوبات، ونمشي الصحن الدوار تاعي بالعقل يعني ونشوف الفراغات اللي نلقاهم فارغين نعاود نعمرهم بالكريمه. كما قلت لكم هكا كنت طبعت هذيك الكتيبه وطبعت هذوك الفراشات في اللون الاحمر، وهذاك العقاش ثاني كان عندي ذاك العقاش كبير شويه في اللون الابيض، حبيت نزيدو له كاضافه فقط. يعني مع انه يعني خلات لي الاختيار تاع الديكور، المهم كانت الكتيبه هي اللي خيرتها، يعني هي اللي ورات لي واش نكتب لها واش نطبع لها. بالسباتولا يعني نغطي كامل هذوك الفراغات اللي نلقاهم. كما تعرفوا هذا يعني الميني كيك هذو يعني يجي التزيين تاعهم عشوائي، يعني ما تليسوهمش مليح احسن، يعني يجي شكلهم يهبل يعني كي يكونوا ماهمش السطح تاعهم مش مستوي مليح، يعني يجي منظرهم اجمل واجمل. هنا باسباتولا راح نغطي كامل هذاك السطح تاع السطح تاع الشونتي، عفوا سطح الكيكه بالشونتي. يعني راح نشوفوا يعني يعني تشوفوا الصور تفهموا اكثر واكثر، يعني احسن من الشرح تاع نهضر لكم هكذاك، يعني راح تفهموها وحدكم، يعني تشوفوا تفهموا. هنا نجيب صحن نحطو مسامية ونحل الفائض هذاك كامل تاع الكريمه اللي يكون باش من ليساج لازم من ليسوز عفوا ولا سباتولا باش من يعني ما يكونش يعني نفس المنطقه نروح ونعاود نولي لها، باش نحكم من هذاك الفائض تاع الكريمه من الكيكه واللي يسي مليح. وكما راكم شفتوا ندور عليها كامل ونشوف هذوك الا بقاو لي فيها فراغات ولا عادي، يعني نعاود نغطيهم بالكريمه.
يعني هنا راح نخلي لكم يعني راح نخلي لكم تفهموا اكثر واكثر يعني على طريقه الليساج. كاين ياسر البنات يعني اللي اشتكاو منها يعني كيفاش راكي تليسي كيفاش، يعني شوفوا الطريقه بالتفصيل انا درتها لكم، مع انه الفيديو جا طويل بصح معليش المهم تفهموا. راح نحط هذيك الكتيبه في الوسط وندير فوقها هذاك البابي اللي كنت يعني نديرو اكبر من الكتيبه شويه باش كي ندير الكريمه ما تقطعليش هذيك الكتيبه، يعني ما تدخلش الكريمه بين الورق بين الورق الشفاف هذاك والورق. هنا النحس الزائد هذاك تاع البلاستيك نخليه فقط يعني شويه برك تبان نقيس ما ترفدها يعني كي تكون راح نبدا نسبق نغطي هذيك الكريمه، نغطي عفوا البابي. راح نعاود كامل المرحله من جديد، يعني راح نعاود كامل نغطي باش تجيني يعني مستويه، لانه كي ندير الكريمه راح يعني تجي طالعه والبلايص الاخرين يعني فارغين. بهذه الطريقه انا درتها لكم يعني بالتفصيل وما حبيتش نسرع لكم في الفيديو ياسر، مع اني مسرعاته بصح ما حبيتش نسرع لكم يعني ياسر باش ما يجيكمش طويل. في نفس الوقت اذا سرعت لكم يعني ما راح تفهموا منها والو. هنا راح نضيف هذيك الكريمه اللي بقات لي كامل وندير طبقه مليحه تاع باش نغطي كامل، يعني ما تبقى ولا يعني يبقى البلاستيك هذاك يعني يبقى يبان من واحد الاقل من سنتيم اقل من سنتيم هكذاك. يعني هي اصلا اسمها كيكة سوربرايز، يعني لازم تكون سوربرايز. هذه دومونداتها كما قلت لكم يعني كليونت وفيه، دومونداتها العيد زواجها عجبتها، يعني عجبها التام تاع هذو الكيكات اللي راهم يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. قالت لي ديري لي وحدها كيفها، هي جبت لي يعني موديل اخر كان دائري وانا حبيت ندير لها شكل قلب لانه عيد زواجها يعني في اللون الاحمر والابيض يعني يجي هبل يعني احسن من الدائري. خلوا لي رايكم يعني في التعليقات راني جايبتها ولا لا، يعني عيد زواج عيد الحب يعني يجيها كيكات من هذا النوع احسن من الدائري. كيما راكم تشوفوا راني عاودت يعني نعاود الليسي مليح هذوك الجوانب، نح هذاك يعني من بابي هذاك البلاستيك يعني نح منه هذاك الكريمه نمسحها لازم باش يعني ما تبقاش تبان، يعني باش ما يبان ليش. والليسي كامل هذوك الاطراف شوفوا معايا كيفاش خرجت، يعني خرجت روعه. جبت سباتولا درت بها هذاك الحركه يعني في الوسط تعطي منظر يهبل، يعني زدت لها النص. وهنا راح نجيب هذوك الفراشات، كنت كما قلت لكم يعني ديروها ورق بابي فوتو اسمه، تروحوا يعني تروحوا للسيبر ولا تروحوا يعني اللي يطبعه لكم. لازم بابي فوتو باش يعني ما يشمخ لكمش كي تحطوه فوق الكيك، يعني باش تبقى لكم الشكل اللي تحطوه يبقى واقف. هنا كنت راح نسيت يعني كنت راح نحطها فوق الكيكه ونسيت عاود رجعتها. وهنا راح ندير هذوك هذو لي بول تاع هذا العقاش الابيض زاد فيها النص. تقدروا ديروا ورد، تقدروا ديروا اي هذاك ورد الشوش، تقدروا ديروا اي حاجه يعني شفت انا في يعني بعده اشكال انا عجبني هذا الشكل وحتى الزبونه تاعي عجب هذا الشكل. شوفوا المنظر النهائي تاعها خرجت تهبل ان شاء الله. يعني نتمنى منكم تعجبكم، نتمنى منكم يعني الدعم، الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، ونقول لكم مع السلامه.